هذا زيد المجنون جزاه الله خير الجزاء، كان يدعي البله والجنون، ويطلع يروح يتحدى السلطة آنذاك، ويطلع الناس خايفة يقول أنا أروح إلى قبر الحسين، خلي أنا أضحي بس لا تنقطع الزيارة. فيوم من الأيام هو بسامراء شاف بأنه ذاك اليوم شايلين أعلام سوداء ومعلنين الحداد. قال اليوم إيش صاير؟ المتوكل مات انطفى؟ قال له لا. إيش صاير؟ قالوا المتوكل عنده جارية مغنية راقصة يحبها كثير، يحبها، ماتت وحزن عليها فأعلن الحداد عليها. فهو انقهر، هذا زيد المجنون انقهر، قال مع الأسف قبر ابن الزهراء يهدم، وقبر وحدة راقصة داعرة مغنية يصير مزار، مو حرام؟ ولكم مو حرام من الله يطيح حظ البعيد. بس شوف شجاعته وجرأته شلون. ايش سوى؟ أخذ إلى رقعة وكتب عليها أيهدم قبر بني المصطفى، احفظ البيتين، أيهدم قبر بني المصطفى ويعمر قبر بني الزانية، لعل الزمان بهم قد يعود وترجع دولتهم ثانية. شوف من ذاك الوقت يتكلم عن الرجعة ورسخها في قلوب الناس. زين هذا ما كتبها ورماها وهرب، لا، اجى إلى قصر المتوكل، طرق الباب، طلع الحاجب، ها زيد شم جايب انك مخبل، انت شم جايب انك؟ قال له انت شنو وظيفتك؟ قال انا حارس للمتوكل وحاجب. قال له هذه رسالة توديها الى المتوكل الى اميرك وتعطيها اياه، واذا ما تعطيها اياه باكر اقدم عليك شكوى. قال هذا مخبل يسويها. اخذ الورقة راح الى المتوكل، قال له زيد المجنون واقف على الباب وعاطني الرسالة وانا اخاف يشكيني باكر يقول ما سلمت اياه. المتوكل اخذ الرسالة فتحها واذا فيها بيتين الشعر: أيهدم قبر بني المصطفى ويعمر قبر بني الزانية، لعل الزمان بهم قد يعود وترجع دولتهم ثانية. عرف يعني. قال وينه؟ قال على الباب. قال روح جيبه. راح جاب زيد المجنون، قال له زيد أنا أعرفك أنت واحد مجنون، من وقشمرك عطاك فلوس وقال لك ودى هذه الورقة إلى المتوكل؟ قال له لا حد قشمرني ولا حد خدعني. قال له إذن هي الأبيات المن؟ قال الأبيات إلي وأنا اللي كاتبينها بإيدي. قال تعرف الأبيات؟ قال إيه أعرفها. شنو الأبيات؟ قال أيهدم قبر بني المصطفى ويعمر قبر بني الزانية، لعل الزمان بهم قد يعود وترجع دولتهم ثانية. قال له منو تعني؟ قال له بنو المصطفى حسين وآل حسين، وبنو الزانية أنت يا جعفر. قال له ولك بتخاف؟ قال اللي بتسويه سويه، إذا وصلت القضية إلى قبر الحسين بعد أي روح تبقى عزيزة. شوف الناس عمي، شوف الناس اللي حفظوا المذهب. انت اليوم تروح تزور الحسين باردة ممردة، رايح تشرب شاي ابو السجاد وتوقف بالمضيف، ما تدري هالقبر شلون صار، ولا تدري هالضريح شلون استوى، ولا تدري كم دم أريق. اليوم يطلع لك واحد يحكي ويقول لك زمن تقية. صحيح زمن تقية ما يخالف، لكن لو ماكو ناس فدائية مثل أبي ذر كان التشيع ضاع. لازم كبش الفداء مثل العباس يطلع في كل زمن ويكون سبب هو لحفظ الولاية وحفظ التشيع. ولهذا يا إخواني واحد يقول أنا وضعي تقية لابد أسكت، ما يخالف، هذا تكليفك. لكن إذا واحد شاف نفسه يقدر يؤدي رسالة لا تهاجم، تصير أنت والزمن عليه. يمكن رسالته توصل ويهدي أشخاصا بنور ولايته وبنور محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذا زيد المجنون شوف ايش سوى. قال له تدري ايش راح اسوي بيك؟ راح اوديك للسجن، ما اقتلك، لا، كل يوم اقطع من عندك قطعة اجرعك الموت غصة بعد غصة. قال له اللي تريد تسوي سوي، انا من بعد قبر الحسين كل شيء هان عندي. فجاب زيد المجنون ذبه بالسجن. تلك الليلة تو جعفر المتوكل مخلي راسه على الوسادة يريد ينام، وإذا به يرى رسول الله عند رأسه.
ركله برجله فقلبه من على سريره. هو لباله يحلم، قام يفرك عينه يقول أحلام. قال له يا جعفر أطلق زيد وإلا أخذت الذي فيه عينك. قال له أحلم. قال له ما تحلم، أنا محمد إجيتك. هو قام مفزوع، جعفر المتوكل قام مفزوع، إجا يركض مفرع حافي زراره محللة. طب للسجن شافوه ذول السجانة قالوا وش صاير اليوم؟ قال فتحوا الباب. فتحوا الباب، إجا إلى زيد المجنون. زيد المجنون قاعد على مصلاه يصلي. قال له زيد قوم اطلع. قال له ما أطلع. قال له زيد لا تعاند قوم اطلع، أنت ما تدري ايش صاير. قال ما أطلع وأدري ايش صاير. قال له ايش درك؟ قال له جاءك رسول الله. هذا منو اللي يقول؟ هو زيد. قال له جاءك رسول الله. قال له ايش دراك؟ أهلي ما يدرون. قال له لا تتصور، احنا خدام أهل البيت هينين عند أهل البيت. يقول أنا من جبتني إلى السجن توجهت إلى المدينة قلت له يا رسول الله ذنبي أني دافعت عن قبر ابنك الحسين؟ أنذب السجن ولا تدافع عني؟ يقول فلما سألت من رسول الله جاءك وأنا أدري راح يجيك. قال له زين قوم اطلع. قال له ما أطلع. قال له شو تريد؟ قال له حتى تحقق لي مطلبي. قال له شنو مطلبك؟ قال له مطلبي تفتح الطريق لزيارة قبر الحسين. شو اسوي؟ تطلعني واكل عيش واكل لحم وقبر الحسين مهدوم والناس ما تروح الزور. تفتح الطريق للزيارة يا الله اطلع، ما تفتح الطريق للزيارة اظل بالسجن واخلي رسول الله كل يوم يجي يدق على راسك. قال له زيد قوم اطلع وافتح طريق الزيارة. قال له ما اخذه بالحكي، تعطيني صك وتوقع بيه، والصك اخذه بايدي وأنا أشتغل مطرب دلال أطلع من بلد إلى بلد مشيا على الأقدام، وكل واحد خايف يروح إلى زيارة الحسين أنا أوديه للزيارة بإيدي. قال له خلاص. فكتب له أمانا وصكا يضمن له أن لا يتعرض إلى طريق زيارة قبر الحسين. وأخذ زيد الشهيد وقام يطلع من بلد إلى بلد. شوف، من العراق إلى مصر إلى الشام إلى فلسطين إلى اليمن إلى عمان، يجي يوقف على باب البلد ويصيح من أراد الأمان طول الزمان فليزر قبر الحسين العطشان. مروتكم يلي قاعدين، أنا أدري كلكم أنتم الله عطاكم تزورون كربلاء. أحد فكر يوم من الأيام يقرأ